الاستاذ عمرو بقى جاي زياره من الامارات، فعايز حاجه ب 1000 جنيه كل اللي يشرب منها فنجان ما ينساوش طول حياته. تعالى نعمل له المقادير بتاعتها كده في الهادي. خدنا 500 جرام من البن الاندونيسي اللي هيخلي القهوه طعمها طعم القهوه المصريه وفي نفس الوقت بيساعد على تظبيط الوش والقوام. وتعالى نخش على البرازيلي اللي هيخلينا القهوه كريمي جدا، فخدنا 400 جرام من البن البرازيلي هيخلينا القهوه كريمي جدا ومرارته قليله جدا وحطه في اي حاجه ما بيزعلش. خدنا 300 جرام من الهند روبست علشان الوش والقوام يفضلوا اخر الفنجان. 350 جرام من البن الحبشي اللي هيخلي ريحه القهوه حلوه جدا. وبعدين كملناها بقى ب 200 جرام من البن الشتومالي اللي هيدينا تيست الكولوم بدون اي نسبه مراره. حوجناها ب 50 جرام كده من الحبان. وطبعا التحويجه كلها اختياري، 10 جرام من القرنفل كده على شويه ورد خفاف على 5 من جوز الطيب. وبعدين خدنا له 4 اعواد من الجينسنج عشان برضو حاجه تديله طاقه وبار كده، لسه راجل جاي من سفر وبتاع. وبعدين قلبنا الكلام ده كله في خلطتنا وانا على فوده، وكل يوم بعمل لك خلطه قهوه. فما تنساش لو انت بتحب القهوه كده كده هتحتاجني. وبعد ما قلبنا الكلام ده كله عبينا له الاوردر وجاهز.